وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما نزل قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد زلزلت المدينة: لئن عادت لا أساكنكم فيها. ولما زلزلت الأرض في عهد عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، ثم أمرهم بالاستغفار والصدقة. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد يأذن الله سبحانه للأرض في بعض الأحيان بالتنفس، فتحدث فيها الزلازل العظام، فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن المعاصي والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والندم، كما قال بعض السلف: وقد زلزلت الأرض إن ربكم يستعتبكم. فالله سبحانه يقدر هذه الآيات تخويفا وتذكيرا لعباده وتحذيرا لهم من مخالفة أمره وارتكاب نهيه، كما قال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالسعيد من تنبه وتاب، والشقي من غفل واستمر في المعاصي ولم ينتفع بالآيات.